يا اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من شيكو فلوج، والنهارده في سلسله الطباعه في حياتنا. النهارده عندنا ادوات مساعده ليك وانت بتطبع. لو انت النهارده عندك برنت هاوس مثلا وفاتح مكان بتطبع للناس، او حتى عندك في البيت وبتطبع باستمرار وعايز حاجات تبقى موجودة معاك تخدم عليك وانت بتطبع. الحاجات دي مهمة جدا بس الناس بتهملها جدا جدا جدا. وممكن انت زي ما قلنا كده استكمالا للموضوع، ممكن يبقى عندك برينتر كويسة، ممكن يبقى عرفت تختار الورق بتاعك اللي انت محتاجه عشان تطبع الحاجة اللي انت عايز تطبعها، ولكن تيجي بعد كده عايز تقفل الشغل بتاعك عشان يطلع في الاخر شكله جميل، او خلاص هتديه للعميل بشكل هو محتاجه ويرغب فيه، وفي الاخر تلاقي نفسك ايه ده انا ما عنديش حاجه اقص بيها، ما عنديش حاجه اشتغل بيها. تيجي تشتغل بحاجه تلاقي نفسك بتضر حاجه تانية. وعشان كده انا جبت لكم تقريبا معظم الحاجات اللي ممكن او لا غنى عنها لما يبقى يكون عندك برينتر او انت عندك برنت هاوس، وهتفيدك جدا في تقفيل شغلك عشان يوصل في الاخر انه يبقى بريليانت، يبقى ممتاز، يبقى خيالي بالنسبه للزبون او حتى ليك. فمن غير اي تاخير، لو انت لسه جديد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب، تديني لايك متين، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في كومنت. انا شريف عبد المنعم وانت بتتفرج على شيكو فلوج. انترو. شيكو فلوج. ورجعنا من الانترو العظيم بتاعنا ونخش على طول في الموضوع. اول حاجه انت هتكون محتاجها اداه مساعده ليك بعد الطباعه، هتكون القواطع بكل اشكالها. ولكن انا هنا جايب لكم انواع القواطع اللي موثوق فيها، لانه ممكن انت تروح تشتري مثلا كتر، فتشتري كتر نوعه مش كويس، ففي الاخر تكتشف وانت بتقطع انه الكتر بوظ لك شغلك وانت مش عارف ليه. ما انا جبت الكتر وحبيت ان انا اقطع بس ما قطعليش. فانا هنا بستخدم كتر من نوع اسمه اوليفيا. هتلاقي الكتر ده تقريبا سعره غالي شويتين 3 4. يعني انت مثلا لو بتجيب الكتر العادي ثمنه مثلا 10 جنيه، لا ده انت هتجيبه ب 50 او 60 جنيه. هتقول لي ايه ده بس غالي قوي يا شريف؟ ايه ده يا عم انت، ده غالي جدا. بس غالي وثمنه فيه. الكتر ده الحقيقه ان انا بشتغل بيه هيفي ورك، يعني بشتغل بيه كل يوم على كل البروجكتس اللي بتطلع من البرنت هاوس عندنا، وعمره ما خذلني، عمره ما كان بيلق. السر هنا في انه هو مصنوع من قدام بشكل متين جدا، ما بيسمحش للسن الكتر نفسه انه يلق جوه. اي نوع يعني رخيص هتلاقي دايما انه سن الكتر ده بيلق جوه المكان، وده حاجه وحشه جدا، لان انت لما بتيجي تقطع في خط مستقيم بيحصل انه الكتر بيقطع زجزاج تحت ايدك، وفي الاخر تلاقي الورقه مش شارب، مش مقطوعه بشكل مظبوط. فانا بشتغل باوليفيا، والسنون دايما بحاول ابعد عن السنون الصينيه الرخيصه. دايما بحاول اشوف سن يكون محترم تقيل محمل قوي. وهتعرف منين السن القوي من اللي مش قوي؟ لو فتحت السن هنا كده هتلاقي الحتت اللي المفروض تكسرها قريبه قوي من بعض. يعني هنا عاملين الشرط بتاعه كسره السن قريبه 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 من بعض، لكن السن الكويس او اللي جودته كويسه دايما هتلاقي انه الشرط دي بعيده عن بعض. كل كسره بتاخد حته كبيره من الكتر نفسه او سن الكتر نفسه. ده سن كويس وممتاز جدا تقدر تستثمر فيه. اللي راكب ده هو سن صيني مش سن نظيف، بس انا حبيت احطه لكم عشان تعرفوا السن اللي مش نظيف ايه. بعد كده ده كتر عريض، احنا بنسميه كتر عريض. في كتر بقى تاني بيبقى ارفع شويه زي ما انتم شايفين فرق. تعالى نفتح كده، ادي السن اهو، وده من تحت كده تلاقي فيه ايه، حاجه بتتلف وتتزق لفوق. وده احد الحاجات المهمه جدا برضو اللي بتخلي الكتر نضيف او مش نضيف. لو بصينا على الاوليفيا ده هتلاقي فيه برضو هنا بكره كده بتقفل، عشان خلاص وانس انك قفلت الموضوع انتهى. عمر ما الكتر هيجري منك لجوه ولا هيطلع زياده ولا اي حاجه. ده الكتر الصغير الرفيع، ادي السن الرفيع وادي السن العريض. ده ليه استخدامات وده ليه استخدامات، الاتنين في الاخر انت بتستخدمهم، بس المعظم الوقت بتستخدم العريض. ولكن لو في حاجه رفيعه قوي عايز تكراف الموضوع او عايز تقطع بشكل كويس، ف الرفيع ده هيفيدك جدا في الحاجات الضيقه او الصغيره او الورق الهش جدا. الورق الهش جدا لو استخدمت العريض عليه هيبقى غشيم عليه شويتين.
برضو من نوع يا اما اوليفيا يا اما نوع تاني اسمه ستانلي. النوع ده اسمه ستانلي، مؤخرا يعني اكتشفته، برضو نوع كويس جدا، نظيف جدا، ماتيريال قويه جدا. سامع صوت قوي جدا اصلا، تحس انه هو مش مصنوع بلاستيك، هو مصنوع من الحديد. بعد كده عندنا الكتر دوت، والكتر ده يعني في معظم الاحيان ناس كتير ما تعرفوش اساسا، يعني ما تعرفش انه ليه وجود اساسا. الكتر ده زي القلم بالظبط، ولكن في الاخر سن كتر. الهدف منه ايه؟ لو انت بتعمل حاجه فيها تفريغ، عايز تفرغ الورقه بتاعتك، الكتر ده يبقى هايل جدا في انك تمسكه زي القلم وبتبدا تفرغ الورقه بتاعتك زي ما انت عايز، وتخش في الاماكن الضيقه وتقطع بالراحه او تهشر بالراحه، عايز تقطع حاجه او تهشر حاجه، فده ممتاز جدا جدا. طبعا كل حاجه من الحاجات دي ليها سنون بتاعتها، لازم مع الكتر، يعني مثلا كتر عريض لازم تجيب مجموعه سنون، عشان لما يخلص منك السن هتعمل ايه؟ هتقعد تستنى بقى انك تجيب سن تاني؟ لا، هات معاه على طول باكيتة سنون. فادي الكتر وادي باكيتة السنون بتاعته. كذلك الكتر الصغير، برضو كتر صغير معاه باكيتة سنون بتاعته، ودايما تبقى العدة بتاعتك موجودة معاك. الحاجة التانية اللي بعد الكتر اللي الناس كلها بتستخدمها وللأسف بيحطوها هي رقم واحد، انه انا عندي حاجة ورقية فعلى طول اجيب ايه؟ مقص. وده مش صح. القص الصحيح للورق عشان يطلع هايل ومفيهوش مشاكل ومفيهوش رايش ويبقى ستريت كده هو بالكتر مش بالمقص. طب احنا بنشتري المقص ليه؟ بنشتري المقص عشان الورق الطويل جدا والحاجات اللي مش محتاجه دقه. انت متخيل؟ يعني انا بستخدم المقص في القص الحاجات اللي مش محتاجه دقه. انا دلوقتي عايز اقص ورقه كبيره، فعايز اقصها كده من النص وخلاص عشان استخدم ديت بعد كده اقصها كويس بالكتر، فساعتها هستخدم المقص بتاعي. وفي الرولات، يعني انا مثلا لو انا بطبع اندور او اوت دور، طبعا مساحات كبيره على رول، فهحتاج المقص جدا في ان انا بعد ما المكنه تخلص من الرول اقص كده اي حاجه بالمقص. فلازم يبقى عندك مقص، ولازم يبقى عندك مقص ورقي. في فرق بين المقص الورقي ده والمقص التاني بتاع القماش. مقص القماشه بيبقى جاي كله حديد، لكن مقص الورقي بيكون خفيف من قدام، وزن المقص نفسه خفيف، ودراعه بيبقى بلاستيكي وما ينفعش تتغشم عليه، لو اتغشمت عليه هيتقطع منك، وبيبقى حاد جدا. فادي تاني حاجه لازم تخلي بالك منها. حاجه رقم 3 المهمه جدا بقى عشان تقص عليها. ناس كتيره بتروح تجيب الكتر وتبدا تقص على المكتب بتاعها او على حته ازاز، وده بينتج عنه ايه؟ تشريط في السطح اللي انت بتقطع عليه. ادي كده قبل ما نجيب اللي انا هقوله لكم ده، شايفين كده؟ شايفين التشريط اللي حاصل على السطح ده؟ شايف السطح عامل ازاي؟ متقطع كله، لان الكتر بينزل ما بيرحمش، بينزل يفرتك السطح اللي تحتيه. طب نعمل ايه يا شريف؟ يعني ما لازم عشان اقص الحاجه لازم احطها على حاجه اقص عليها. عشان كده في الاختراع ده، ناس كتير ما تعرفوش على فكره. الاختراع الاخضر ده بيتباع في المكاتب اللي ليه علاقه بالحاجات الفنيه. يعني مثلا ما تخشش مكتبه على قد حالها بتباع سلاح التلميذ وتقول له انا عايز دي سطح هو عباره عن مطاط على جلد على حاجه مش مفهومه، وتقدر تقطع عليه. بيتحط على المكتب زي ما انتم شايفين انا حاطه كده، وتبدا تقطع عليه زي ما انت عايز. السطح ده بالمناسبه بقاله عندي 15 سنه، 15 سنه بينزل عليه الكتر. متخيل؟ بص السطح بتاعه ما حصلوش اي حاجه. في منه مقاسات بقى حسب طبعا استخدامك واستهلاكك. لو انت مثلا عندك برنت هاوس فانت ممكن تجيب قطعه قد المكتب ده بالكامل تقطع عليها عشان تبقى الموضوع مظبوط. كمان هي بتديلك خطوط طوليه وخطوط عرضيه عشان لو عايز تقيس حاجه على طول تقيسها وانس انك بتحط الورقه عليها. يعني انا مثلا احط الورقه دي كده وهبدا اقص، فانا عايز اعرف مقاسها قد ايه، فهيبقى واضح بالنسبه لي المقاس بشكل كويس واقص بمنتهى الاريحيه، مش محتاج مسطره. اسمها كاتنج مات، مهمه جدا جدا وما تستقلش بيها. يا كده يا اما هتلاقي مكتبك اتفرتك من الكتر، او السطح اللي انت بتقص عليه اتفرتك من الكتر. فدايما استغل الحاجات المظبوطه اللي تخدم عليك عشان تطلع شغلك مظبوط. رابع اداه اللي مهمه جدا والناس كلها بتغلط فيها هي استخدام المسطره الصحيحه للقص. يعني ايه بقى مسطره صحيحه؟ هو في مسطره صحيحه ومسطره مش صحيحه؟ في مسطره مش صحيحه.
المساطر اللي بتبقى عبارة عن مسطرة بلاستيك مصنوعة من البلاستيك دي كلها فاشلة جدا في القص، لان انت لما بتيجي تقص بالكتر على المسطرة بتاعتك بيبدأ الكتر نفسه يقطم البلاستيك دوت وهو رايح وهو جاي، بيقدر يطلع فوق السطح بتاعها ويقطعها ويكسرها، ومع الوقت هتلاقي انه الخط بتاعها اللي انت بتقص عليه ما بقاش مستقيم. فافضل حل هو المسطرة الحديدية. في ناس بتشتري المسطرة الحديد دي وما بيبقاش عارف يعني هي اصلا استخدامها في ايه. المسطرة الحديد استخدامها في القص بالكتر. زي ما انتم شايفين انا بجيب على طول معايا مسطرتين، واحده بتبقى متر للحاجات الطويله والكبيره، وواحده بتبقى 60 سنتي. لازم يبقى عندك الاثنين لو انت عندك برنت هاوس، او لو انت حد بتشتغل في حاجه فنيه لازم يبقى عندك الاثنين دول. طبعا الناس اللي بتتخرج من فنون تطبيقيه باي ديفولت بيبقى عندها الحاجات دي، ولكن الناس اللي مش عارفه هي واحده بتبقى متر وواحده بتبقى 60 سنتي. خليهم عندك. طبعا دول يعني عمرهم الى ما لا نهايه، عمرهم ما بيبوظوا، عمرهم ما بيتقطموا، عمرهم ما بيحصل لهم دامج، عمر ما بيحصل لهم اي مشاكل. فدايما خلي عندك مسطرتين حديد، دول بتوع القص مع الكاتنج مات مع الكتر بتاعك، انت كده متدفي مش محتاج حاجه، انت كده تمام جدا. الحاجه اللي بعد كده في برضو ليه علاقه بالقص، واللي ناس كتيره ما تعرفهاش الحقيقه برضو، بس بتشوفها انت الحقيقه بنشوفها دايما في استوديوهات التصوير، وهي البيبر كاتر ده، والناس بتسميه مقص. تمام، هو مش مقص، هو اسمه بيبر كاتر اهو، زي المقصله بالظبط اهو، بيتفتح كده وينزل ايه على الورق يقصه. البيبر كاتر ده الحقيقه انا بشوفه مش مفيد. في الاخر لما باجي اشتغل بيه برجع تاني استخدم الكتر لانه افضل من الطريقه او الحل بتاعه هو. ولكن هو في الحاجات السريعه، في الحلول السريعه، يعني مثلا حاجات زي الاستوديوز مثلا مهم الصراحه لانه بينجز في الوقت، لكن مش دقيق، لانه في الاخر ده مش سلاح. اللي انتوا شايفينه الدراع ده مش سلاح، هو بيشتغل بقوه الضغط. يعني انت بتقرص على الورق كده بالطريقه دي، شايفين انه بيتلوي كده، وتنزل تقص بقوه الضغط على الورق، مش انه ده سلاح مسنون بينزل يظبط الدنيا. ولكن هو مفيد ومهم انه يبقى موجود عندك عشان ما تعطلش في حاجه عايز تقصها بسرعه. وبيبقى فيه منه مقاسات، انا عندي مقاس الاي 4 ولكن فيه منه مقاسات بتوصل لغايه الاي 3 وبعد الاي 3 كمان. الحاجه اللي بعد كده المهمه جدا اللي لازم تبقى موجوده عندك لزق ميت. في حاجه اسمها لزق ميت. يعني ايه لزق ميت؟ يعني هو بيجي بالمناسبه هو اللون الاصفر دوت متعارف عليه، اسمع صوته حتى مختلف عن اللزق العادي. وظيفته ايه بقى اللزق الميت ده؟ وظيفته انه لما بتيجي تلزق بيه اي حاجه وظيفته انه يثبتها ولكن ما يلزقهاش. طب ده هيفيدك في ايه؟ ان انا النهارده مثلا عندي الصوره دي وعايز احطها على البيبر كاتر ومش عايزها تتحرك مني وانا بقص، فهعمل بمنتهى البساطه هاخد الحته من اللزق دوت وبيتقص من غير سنانك ولا اي حاجه اهو، منتهى البساطه سهله قوي. وبعدين تبدا تاخد القطعه دي وتلزق بيها الورقه بتاعتك اللي عايز تثبتها في البيبر كاتر، تمام بالمنظر ده كده، وتثبت الحروف والدنيا تمام. تبدا تقص وبعد ما تخلص خالص هتقوم شايل اللزق بمنتهى البساطه اهو، ولا عمل اي مشكله في الورقه ولا ساب لك اثار للزق على الورقه ولا اي حاجه. فهو يعني صديقك الصدوق في عمليه الطباعه وعمليه الانتاجيه. لازم يبقى معاك منه، وهو ما فيهوش انواع. يعني انت خش قول لاي مكتبه انا عايز لزق ميت وهيدي لك البكره دي، هتكون ممتازه جدا بالنسبه لك وخليها عندك بشكل مستمر. العنصرين اللي جايين بعد كده هم حاجه رفاهيه شويه، واعتقد يعني مش هيفيدوا ناس كتير غير في البرنت هاوس او المكان اللي بتطبع فيه للغير مش لحسابك الشخصي، وهم اي دي كورد اللي هو بيعمل الكروت، والدباسه بتاعه البرينتنج. دباسه البرينتنج هي مختلفه عن الدباسات العاديه اللي موجوده عندنا في البيوت. دباسات البيوت بتكون استخدام شخصي وبسيطه وخفيفه وبتتمسك بالايد وبتتعمل كده تمام جدا، لكن بتاعه البرينتنج بتبقى عايزه عدد ورق كبير. يعني انت بتدبس رزمه كامله على بعضيها،
فالضغط هنا بيبقى قوي. يعني انت ممكن، احنا ساعات لما بنيجي نطبع بنقف فوق الدباسه، يعني ما بنخافش. فالدباسه دي دباسه شغل مطابع، ودي بتبقى محتاجه شغل تقيل عليها مش الشغل الخفيف، وكذلك برضو بيبقى سعرها غالي شويه. كل الحاجات اللي احنا عرضناها النهارده دي هتلاقي لينكاتها في الديسكربشن تحت، فتاكد انك عامل سبسكرايب واعمل لايك للكونتنت ده، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنت. اخر حاجه عندنا هي الاي دي كارد او قطاعه الكروت. زي ما انتم شايفين هي ليها دراع هنا كده، وبيبقى فيه هنا مكان للورق، بيخش الورق من الناحيه دي وبتقص الكارت على شكله، وبيطلع لك في الاخر الكارت مقصوص على طول وحوافه ناعمه كمان زي الاي دي كارد. وهنعمل حلقه منفصله عن تجميعة ازاي تقدر تطبع اي ديهات في البيت، او حتى تبدا بيها كمشروع ليك من البدايه، يكون مصدر دخل ليك لو انت شاب لسه بتبدا، او انت حتى عندك برنت هاوس وعايز تطور فيه بشكل افضل. وبس كده، اعتقد كده النهارده وفيت لكم او عرضت لكم افضل الادوات اللي لازم تبقى موجوده عندك. لازم، يعني مش هينفع ما تجيبهاش، لازم تبقى موجوده عندك، ومن غيرها هتغرق حرفيا وشغلك هيبقى مش كويس. لو انت لسه ده اول فيديو بتتابعه، اطلع هات السلسله بتاعه الطبيعات في حياتنا من البدايه عشان خاطر تعرف السلسله ماشيه ازاي، من اول اختيار البرينتر، بعد كده اختيار الورق، وبعد كده افضل الادوات اللي احنا خدناها النهارده. وهتستمر السلسله دي كمان وكمان وكمان لغايه لما ان شاء الله اخليك بريليانت في الطباعه. شكرا لانك وصلت لغايه نهايه الحلقه، اتمنى يكون الحلقه مفيده عليكم. اشوفكم في حلقات تانية كتير. السلام عليكم.